يعني اللي يقولوا انه الشباب تفوق على الاهلي غلط. هذا الشباب رد جزء من اعتباره. طيب. على اعتبار انه الاهلي خرج الشباب من كاس ولي العهد السنه هذه بهدف الحوسري في الرياض. الشباب الاهلي هو من اخرج الشباب من كاس الملك العام الماضي. الاهلي هو من حرب الشباب من التأهل للآسيوية. فهذا شيء يعني الرجل كان محتقن، فأنا فسرتها إذا كان هو رايح لجمهور الأهلي، وإذا رايح من جمهور الشباب هو ممكن كان متضايق من ريحة الثوم حق البروست. طيب جميل، انا ابغى طارق يرد عليك حقه صراحه. حقك طارق، رد طارق. انا والله ما لومه. لا طيب اصبر والله ما لومه. زين انا صراحه ودي اعطيك الكاس الحين تصور معه، يمكن هذا اخر فرصه لك قبل خالد. اخر فرصه لك يا مخرج. لا ابو فهد وصل خالد. على الاقل امسك كاس ذهب يا خالد. فرصه يا خالد. حركه الكتاب يستاهل. اتصور معي هنا. لا يا ابو محمد. لا ابو محمد معليش زي حركه الكتاب. معليش ابو محمد كبير، حتى التصميم ما كان عاجبني صراحه. لا لك من التصميم، انت بس صور معاه الكاس، مجرد صور معاه الكاس للاطفال. هذا المثل يقول عليك حامضه ما عندك تصميم يا عمي، خذ على قولتهم كاس نيدو ما عندك يا ابو محمد. الكاس مجرد رمز مو بذا. بعدين بالمناسبه الشباب لم يهزم الاهلي يا اخي. اللي يقولوا حظ اوفر لحظه، اللي يقولوا حظ اوفر للنادي الاهلي. الشباب اخذ الدوري من الاتحاد ومن الهلال ومن النصر. خذ الكاس ترى ما يعور، ذا عادي تمسك مثل طبيعي. هذا طبيعي يا ابو محمد. ابو محمد قلت لها شوف هذا خاتم اصلاحي يا ابو محمد. ايش يقولون في الامثال؟ الصرخه على قد الامل. الالم. انا كاس الملك عبد الله اغلى من هذا 1000 مره. طيب جميل معلي طارق انا باجلك انت اضحك، خذ راحتك، اضحك من حقك. الصرخه يا ابو محمد، الصرخه على قد الالم. طيب خالد اسمع عدنان جستنيه. معليه عدنان جستنيه عنده تعليق على حركه طارق. انا اقول انها هي لقطه تعبر عن انه بيقول طارق انه حققنا الكاس وحققنا البطوله رغم انف كل من حاول انه يضعف الشباب، رغم انف كل من حاول انه يعرقل مسيره فريق الشباب، رغم انف كل من حاول يظلم الشباب، كل من حاول يوضع جوانب كثيره من خلال تحكيم، من خلال تغيير جدول، هذه كلها رغم انفهم نحن جبنا البطوله. عدنان لما سواه رئيس الاهلي ما تاخذ دروس خصوصيه عند عند لا ما انت خذ دروس خصوصيه. هذه هي انت مش عارف تدبر عمرك، اعطاك اياها. ابو عبد الله كلمه وش هذه الديباجه الجميله اللي قدمها لك. خل اقول لك تفضل. هذا الاستاذ ابو فارس، ايه هذا استاذ معروف في الاعلام وشيخ مدراء المراكز الاعلاميه ونحن نستفيد منه. الله ما فيها شك. وانا قلت لك الكلام هذا بالتليفون. انا كيف في اشياء كثيره معينه احيانا اسالك عنها، هذا ما فيها شك ولا هي بعيب نستفيد من الخبره، ما فيها شك. ولكن انا ارجع اقول هنا في جزء من الصحه، وهنا جزء من الصحه، وهنا جزء من الصحه. هنا ما في امل تلقى الصحه. وين هنا ابو عنان. هذا الرجل تاريخ الموسوعه. الموسوعه. التاريخ ما يحتاج شهاده من احد. بالامس يقول لي نادي شباب مو نادي نفس، مو نادي نفس طويل. بس في حاجه دقيقه. لا بس انت وليه شوف نحن شوف انت لازم اقول لك لازم. لا رجل دقيقه. ليش تحتقر ناس في البلد هذه؟ ورغم انه الحركه اللي صارت سواها الامير فهد بن خالد في الجنه. ليش؟ ولما عاتبتوه وسوى عند جمهور الاهلي واعتذر الرجل ايضا. ايوه طيب ليش؟ اقول لك ليش هذيك قبلته الاعتذار. هذا قال اللي في قلبه، قال الصحيح. انت تساله جاب ابو فارس ايش المعنى؟ هو ايش الفرق؟ رئيس الاهلي سواها عند جمهوره ومع ذلك شوف اقول لك عشانه امير لا ولا امير ولا شيء. لا عشانه امير قبلناه، وعشانه فهد بن خالد، عشانه فهد بن خالد له محبه وتقدير عندي وعند كثير من الرياضيين. سوري ابو عناء فهد بن خالد له تقدير كبير. هم يسالوا لا في نقطه قالها عدنان انا ابغى اعلق عليها قبل ما تقول. لا اسمح لي. انا ليش قلت انا ليش قلت مو صح؟ شيء واحد، احنا نتكلم عن تبرير، عن استخدام الفاظ، عن وجود مبررات جميله راقيه. اخر شيء ينزل لي يقول لي ريحه ثوم. ما عليه خلاص ما سامع طارق. الله العظيم لا تسمع. لا عندك مشكله. عدنان ايش يقول الحركه اللي خرجت عن الامير فهد بن خالد زين، واذا موجوده انا اتمنى المخرج يجيبها.
اذا هو امير اعتذر وهذا مواطن مراد يعتذر. خالد معليش انا كم شو الكلام هذا؟ عدنان قال لان امير قبلناها. لا بالعكس لو كان احترام لك. خالد حبيبي لا مو قبلناها، هي الحركه. لحظه هي بس مو الحركه اللي قبلناها. لحظه قبلنا اعتذار الامير. يعني انت تبغى اعظم من ان الرجل يعتذر ونفكر نقبل او ما نقبل اعتذاره؟ لا شوف صل على النبي. لا طالما الرجل قبل كون امير او غير امير. لا ايوه الاعتذار شجاعه. لا انا ما الاعتذار شجاعه. كل من يخطئ طيب كل من يخطئ ويعتذر. انا اقول لك ايوه ده الكلام صحيح اللي انت بتقوله. اقول لك نحن بالنسبه لنا لما يعني انا اقول لك لما اعتذر قبلناها، لكن لو جيت طالع للمنظر للمشهد بس لاننا نحن الحب فهد بن خالد قبلناها، ولا هي ما تنقبل. لكن الحركه ما تنقبل. أيوه. بس الاعتذار يقبل. الا خلاص ما تقول امير ولا مواطن. خالد دائما الفرق بين الامراء والمواطنين عندنا. انزين خلاص ممكن خالد انا ما ابغى احتقن. انا ما ابغى في رؤساء عندي مواطنين سووا اشياء. لا دخلني في متاهات. انا ماني دخل. خالد انا ما اتدخل انت ما ابغاك الان محتقن وتقعد تقط خيط وخيط. ما عليه عدنان شو اسمك انت ابو عنان. خليني اسمع من ناحيه الامير فهد بن خالد لما سوى الحركه ما كان في موجود ديوانيه عشان نعلق عليها. هذه الحركه قدامك عند جمهور الاهلي. علق ابو سليمان علق عند جمهور الاهلي. تبون الحق؟ هو اعتذر منها. هذا العلم الاهلاوي باين يا ابو عبد الله. هو اعتذر على كل حال. ومع ذلك الرجل اعتذر منها على كل حال. حتى لو عند جمهور الاهلي حتى لو عند جمهور الاهلي ويقول للجمهور الاهلي اخذناها من ورا خشوم. لا تختلف يا طارق يا خالد. انا بسالك ابو عبد الله هو اعتذر. حتى لو انا صاحب القضيه بس انا اوضح لك شيء. لا انا بتكلم معك. حتى لو لجمهور الاهلي وحتى طارق لو انه عند جمهور الشباب. ممتاز. هذا امير واعتذر ويقول كذا معناته شو يقول خذناها من ورا خشومهم. والامير فهد بن خالد كما قيل انا ما ادري هل اعتذر ولا لا. اذا اعتذر لا طلع اعتذر اذا هي شجاعه وتحسب للرجل نموذج بالفعل رئيس النادي المحترم. طارق لحظه خليني اسمع كلام ملخص. والله انا ما اسمع على خالد. لا تقعد تجاوز كلام. شوف عشان ما تقع في احراج في البرنامج. ليش؟ يقول ايش الكلام اللي قلته تو؟ يا اخي كلام العدنان موجه ما كلمتك. ما عليك. لا انت تتكلم عني انا صاحب القضيه. يا الله يرضى عليك. لا هو مو ذنبي انك ما في سباق. طارق حبيبي خالد طالما نتكلم رجاء لا تتكلم حتى اعرف ايش قاعد تقول. ممتاز. لان انت كل كلمه تقولها تحسب على الديوانيه. طيب. فما ابغاك انا وانت متشنج يا خالد. ريح. لا انت بتقول بتزعلوني. ماني زعلان والله. اشرب ماي يا خالد. يعني بتزعلوني بالقوه. اشرب ماي لا تزعل. والله العظيم ماني زعلان. والله شوف انا اقول لك لابد ان نعطي بالله بعد اذنك. طيب طلب اعطوني الكاس بعده شوي. طيب طارق بعد الكاس اشرب ماي. خله طيب في حفظ الصون. اقول لك هذا انا بقولها لك معليش. تفضل. عملية انك تقسم المجتمع السعودي امراء ومواطنين، يعني شوف الامراء يعني في الاساس في البداية وفي النهاية هم في الاساس مواطنين. نعم. فانا اعتقد انه مثل هذا الكلام هذا كلام فيه يعني استفزاز وتقسيم خطير، اتمنى ان احنا نتجاوزه يعني. بالنسبة للحركات اللي الان يعني ظهرت في الصورة للامير فهد بن خالد، انا اول شيء لازم اشيد باخلاقيات والروح الرياضية المتميزة والممتازة عند الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي. رجل محترم، رجل وقور. احنا كوسط رياضي فرحنا بوجوده، كسبناه. وإذا كان أنا ما أدري حتى هذه أي مباراة الظاهر بين الأهلي والاتحاد، فهو إذا كان اعتذر فالحمد لله. وهو يعني الأمير معروف، يعني الأمير فهد بن خالد كلنا متفقين ومجمعين على أخلاقياته. والأستاذ طارق النوفل هذا هو أمامكم وتحدث بشفافية واضحة. بس أنا ما أبغى أن الموضوع يتحول هذا أمير وهذا مواطن، لأنه تقسيم خطير. طيب جميل. اليوم أعزائي المشاهدين أيضا لاين سبورت أجرت لقاء مع الأمير خالد بن سعد رئيس نادي الشباب السابق وعضو شرف